وتبقى مبسوطه كده ان ابنها منكد على مراته وتقول له ايوه كده انت راجل كده، احكم عليها خليها تنزل تخدمني. مش معنى ان حضرتك جوزت ابنك انك اشتريتي لنفسك خدامه. بنات الناس يا حبيبتي انت ما تقبليهاش على بنتك. لو تقدروا ما تتجوزوش في بيت عيله اعملوا كده. قبلها ازاي على نفسك انك تخلي مرات ابنك تنزل تخدمك وانت بصحتك وانت تقدري تقومي تخدمي نفسك؟ ده الواحد بيدعيها يا شيخه ربنا ما يحوج ايدينا اليمين لايدينا الشمال. وانا ما بقبلش الحموات اللي بتجوز ابنها وتقولك مراته تنزل تخدمني، ما بقبلهاش. وش كده وش. لو قابلت حما من دول هقول لها فش انا ما بقبلكيش. شرعا انا غير مطالبه ان انا اخدم مامتك وباباك، ده شرعا الاسلام بيقول كده، الدين بيقول كده. احنا كلمي المتجوزين اللي عايشين في بيت عيله وقرفانين من سلايفهم من حمواتهم. اعمل ايه؟ اعمل لنفسي شخصيه. يا ستي عرفنا، قولي لنا نعمل شخصيه ازاي يا سومه. حاضر يا ستي. بتشخطش فيا ليه؟ اصبري عليا هقول لك ازاي. استني اصبري. اعدل نفسي بس يا ستات. بس البرستيج طيب، اللي يلس اللي يتكلم اللي يبص لي اللي يقلدني. انا ماشيه في طريقي في سكتي مش شايفه حد، فحضرتك بتعملي دوشه لانك فاضيه. انا مش عايزاكي فاضيه من جوه. انا فوق، انا في حته لوحدي. اللي حابب يطلع لي اهلا وسهلا. انا ما بنزلش لحد. انا سلفتي بتقلدني، انا سلفتي بتبص لي بقرف، انا سلفتي في الطلعه والنازله بتلسن عليا. يا مساء الهاي عليكم ودردشه جديده من الساحل. النهارده هتكلمينا في ايه يا سومه؟ هكلمكم عن بيت العيله. بيت العيله يا بيتنا على بابك عنبتنا. ماشي، هنتكلم النهارده عن بيت العيله. ناس كتيره قوي كلمتني يا سومه اتكلمي عن بيت العيله، رغم ان انا عامله فيديو عن بيت العيله قبل كده وهسيب لكم الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف. طيب ايه اللي ممكن تضيفيه النهارده يا سومه في موضوع بيت العيله؟ وبما اني انا يعني كنت ساكنه في بيت عيله وما زلت ساكنه في بيت عيله، فهقول لكم كده يعني ايه شويه نصايح. شايفه الموضوع ازاي؟ وبالذات الستات اللي ساكنه مع سلايف في بيتها. ستات كتير قوي بتبعت لي انا سلفتي بتقلدني، انا سلفتي بتبص لي بقرف، انا سلفتي في الطلعه والنازله بتلسن عليا. يعني حوار السلايف ده ما بيخلص. وزي ما بيقولوا ايه على راي المثل كده، مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت. يعني سبحان الله ما اعرفش ليه. خلونا ناخد الموضوع من اوله. طيب يا ستي، بيت العيله، وليه دايما بيت العيله بتحصل فيه مشاكل؟ اولا، وزي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي كنت عاملاه، لو تقدروا ما تتجوزوش في بيت عيله اعملوا كده. يعني بلاش جواز بيت العيله خالص. والله العظيم من الافضل للراجل والست، للحما وللسلفه ولكل الاطراف، بلاش بيت العيله. يعني اللي عندها ابن وعايزه له سعادته تجوزه بره، يا اما تجوزه في البيت وتفصل تماما. بص انا بقول لك الحما نفسها اللي تقول انا عايزه افصل، انا عايزه اعيش زي الغريبه في البيت ده، تنزلوا عندي ضيوفي اهلا وسهلا. لكن اختلاط واكل وشرب لا، انا ماليش دعوه بيك يا ابني. انت تعيش حياتك وانا عايشه حياتي زي ما انا، وربنا يديني الصحه يوم ما عاوز حاجه ولادي البنات يجي يخدموني. طب الست دي يا سومه ما عندهاش ولاد بنات، الحل تجيب واحده بالفلوس تخدمها، ولا انها تنزل مرات ابنها عندها بالغصب وتبقى عارفه ان مرات ابنها لا طايقاها ولا بتحبها ولا عايزه تخدمها، بس بالغصب بالاكراه، وتبقى مبسوطه كده ان ابنها منكد على مراته وتقول له ايوه كده انت راجل كده، احكم عليها خليها تنزل تخدمني، وتبقى قاعده على الكنبه وحاطه رجل على رجل وراضيه بخدمه مرات ابنها وقابله صحه مرات ابنها. الواحد لما يعرف ان اللي قدامه ده مش متقبله والله بق الميه ما نطلبه، ما بالك بقى ان انا وافق ان مرات ابني تنزل تخدمني وهي مش طايقاني وهي كرهاني وهي بتعمل لي اللقمه بالعافيه وهي بتروق لي سريري وهي متضرره. انا ما اعرفش الناس بتقبلها ازاي. انت كحما قبلها ازاي على نفسك؟ مش معنى ان حضرتك جوزت ابنك انك اشتريتي لنفسك خدامه. بنات الناس يا حبيبتي ما تعمليش كده ببنات الناس. انت ما تقبليهاش على بنتك. هتقولي ما عنديش بنات. لو عندك بنت كنت تقبليها على بنتك؟ ان بنتك تتجوز راجل وتعيش خدامه عند حماتها وتنزل تخدمها وتمسح لها وتطبخ لها وتنظف لها سريرها وتوطي وتقوم وتوطي وتقوم وهي حامل ولا وهي تعبانه ولا وهي عندها عيال؟ تقبليها؟ قبلها ازاي على نفسك انك تخلي مرات ابنك تنزل تخدمك وانت بصحتك
وانت تقدري تقومي تخدمي نفسك. ده الواحد بيدعيها يا شيخه ربنا ما يحوج ايدينا اليمين لايدينا الشمال. عموما ده مش موضوعنا، وانا ما بقبلش الحموات اللي بتجوز ابنها وتقولك مراته تنزل تخدمني، ما بقبلهاش. وش كده وش، لو قابلت حما من دول هقول لها فش انا ما بقبلكيش وما اقبلش اتعامل معاكي. طالما انت بتقبلي صحه الناس عليكي، صحه عيله صغيره على قد بيتها وعلى قد جوزها تنزليها تطفح الكوته عندك ليه؟ اشتريتيها؟ انت ما اشتريتيهاش على فكره. وابنك ده لو عنده شخصيه وراجل يرفض. عموما خلينا نجيب الموضوع من اوله. انت كبنوته اتقدم لك عريس وجي قال لك حبيبه قلبي احنا هنقعد اول 5 سنين كده في بيت العيله في الشقه اللي فوق ماما، ولا في البيت مع اخواتي الصبيان كل واحد واخد دور، وانت هتعيشي لوحدك وفي شقه لوحدك مالكيش دعوه بحد، مش هتخدمي حد. فانت حبيبه قلبي تصدقي وتجري، وامك تقول لك لا يا بنتي لا بيت العيله هيعمل مشاكل، تقول لها لا يا ماما انا اتفقت معاه، وتروحي تتجوزي وبعد الجواز تلاقي كلام تاني خالص. ده بيحصل على فكره. عريس تاني جه تقدم لبنت حضرتك، يا طنط انا ظروفي على قدي وهتجوز في بيت عيله. طب يا حبيبي بنتنا مش هينفع تتجوز في بيت عيله، ده لمصلحتك انت على فكره. يعني احنا الشرط ده بنقوله لمصلحتك انت مش لمصلحتنا. حياتكم هتبقى سواد وعذاب. بلاش يا حبيبي، شوف لك شقه بالايجار يا ابني بره، ده انا امها اهو هدفع لك نص الايجار. طب يا حاجه انا امي وابويا ما حلتهمش غيري، انا واد واحد اعمل ايه؟ وابويا وامي ناس كبار، وامي تتحط على الجرح يطيب، ولا هتطلب منها تنزل ولا في خدمه ولا في كل الكلام ده. طيب انت لقيتي البني ادم ده كويس او الظروف حكمت مفيش قدامه الا الحل ده، هتعملي ايه؟ هتجيبي قعده رجاله من عندك ومن عنده وتقعدي. الشرط نور من اولها، خلي بالك ده هيبقى كلام رجاله. هيقولك هو انت يا حاجه ما عندكيش ثقه فيا؟ ده انا بقول لك كلمه راجل ان انا مش هنزل بنتك تخدم. هتقولوا معلش انت عايز بنتي اقبل الشرط ده، تجيبي اخواتها، تجيبي ابوها، تجيبي خالها، تجيبي عمها، تجيبي اخوه، تجيبي عمه، وتجيبي خاله، تجيبي ابوه، وتعملي قعده رجاله ما فيهاش نسوان، قعده رجاله بس. بصوا يا جماعه ابن الحلال ده جاي يتقدم لبنتي وانا شايفاه راجل محترم، لكن هيتجوز في بيت عيله، وانا رافضه بيت العيله وكنت هرفض الجوازه كلها. بس هو قال لي يا طنط ولا يا حماتي انا بنتك مش هتنزل تخدم امي ولا ابويا، وكلمه راجل قدامكم بنتي انا مش موديها خدامه. امه على عيني وعلى راسي، بس انا بنتي معززه مكرمه، معلش انت واخدها ليك تخدمك وتخدم بيتها وتخدم عيالها، اكتر من كده لا. بنتي تنزل عند مامتك وباباك ضيفه، والكلام ده يبقى كله قدام الرجاله. هقول لك ليه؟ هتقولي يا شيخه ما ينفعش يا شيخه. صدقيني اسمعي كلامي، البنات بتتجوز واما بتدخل بيوت رجالتها الكلام بيتغير. انزلي واخدمي، وان كان عاجبك مش عاجبك سيبي البيت وامشي. لا، الشرط نور من اولها. موافق يا حبيبي على شرطنا اهلا وسهلا، مش موافق يبقى مفيش نصيب بينا. جاب الرجاله وقعدتي وقلتي الكلمتين وقرينا الفاتحه على كده، انتهى الكلام، مات الكلام. جوزي بنتك. يوم ما يقول لها انزلي لامي نجيب الرجاله نقعدها، وانت يا ابني مش قلت؟ طب انا قلت لا، هات بقى البنتين شقه بره. بصي برضه هتحصل مشاكل، يعني الجواز في بيت العيله ده مشاكل ملهاش حل والله العظيم 3. طب يا سوما انا اتجوزت واللي حصل والفاس وقعت في الراس والدنيا هي كده وجت كده وخلاص والموضوع انتهى، اعمل ايه وادخل ازاي في بيت العيله انا كبنت عشان اوقف الامور عند حدها؟ مهم جدا يا ستات ومهم جدا يا بنات. انت كبنوته لسه ما دخلتيش الحياه، لسه انت وخطيبك على الشط، انت بالنسبه لك ممكن تقولي له انا اخدم امك وابوك بعناية، ده انا عناية بس انا وانت يتقفل علينا باب واحد وانا اعمل كل اللي انت عايزه. انت رميشي نفسك في النار من غير ما تحسي، ما تقدميش نفسك اضحيه، ما ترخصيش نفسك، حبي خطيبك واعملي اللي انت عايزاه بس من غير ما تقدمي يعني كلام في الهوا وانت لسه ما حطيتيش رجليكي على ارض الواقع وعشتي الوضع ده قد ايه صعب وقد ايه قاسي، وبعد كده هيبقى هم تقيل على قلبك ويبقى فرض ان ما عملتيهوش هيبقى في نكد. مهم جدا انت كبنوته وداخله على بيت عيله يبقى شرطك كده واضح، حبيبي احنا هنتجوز، انا ماليش علاقه بمامتك، انت عايز تنزل تخدمها انزل، دي مامتك وباباك. شرعا انا غير مطالبه ان انا اخدم مامتك وباباك، ده شرعا الاسلام بيقول كده، الدين بيقول كده، اخدم امي وابويا بموافقتك،
عشان بس ما يخلكيش حته ايه، ما انت لازم بامري، انا ما اوديكيش وما اجيبكيش الا برايي، وانا اللي اوديكي وانا اللي اجيبك وانا اللي اقعدك. الموضوع بيخش في العند، طالما دخل في شرعا هيقول لك انا كمان شرعا ما تروحيش عند امك، ما تروحيش عند ابوكي. بصي برضو المشاكل من بيت العيله. انت كمان من الحاجات المهمه ورقم واحد، وحطي رقم واحد ده تحتيه 100 خط، لازم تعملي شخصيه لنفسك. دايما انا كده الستات كمان لما بيسالوني في اللايف بيت العيله يا سومه نعمل ايه في بيت العيله، انا سلفتي ما اعرفش تعمل معايا ايه، اقول لها حبيبتي شخصيه الواحده هي اللي بتحدد كل حاجه، شخصيتك هي اللي بتحدد اللي قدامك ده يتعامل معاكي ازاي، كل ده بالشخصيه اللي انت بنيتيها لنفسك. طب اعمل ازاي الشخصيه دي لنفسي يا سومه؟ انا دلوقتي متجوزه ومعايا عيال وعايشه في بيت عيله، خلاص احنا عدينا مرحله بقى ان بنت جايه لها عريس ومش عريس، احنا كلمي المتجوزين اللي عايشين في بيت عيله وقرفانين من سلايفهم من حمواتهم. انت حضرتك قاعده في بيت عيله 3 ادوار، معاكي 3 سلايف وحماتك تحت، اعمل ايه؟ مهم جدا اعمل لنفسي شخصيه. يا ستي عرفنا، قولي لنا نعمل شخصيه ازاي يا سومه؟ حاضر يا ستي. بتشخطش فيا ليه؟ اصبري عليا هقول لك ازاي، استني اصبري. اعدل نفسي بس يا ستات، بس البرستيج. طيب بصي يا ستي هقول لك انا عملت لنفسي، هو انا من زمان عندي شخصيه الصراحه، انا كسومه شخصيتي قويه جدا، تلاقيني بهزر وبضحك ومعاكي للصبح فرفشه وسهر وضحك وها ها ها زي ما انت عايزه، لكن عندي حدود رسمها. ازاي يا سومه؟ مهم جدا انك تكوني ست رزينه، تكوني ست تقيله، ما بتتنططيش كتير، مش طالعه نازله طول النهار عند سلفتك ونازله من عند سلفتك وطالعه عند سلفتك، ده اولا بيعمل مشاكل، الاختلاط الزياده بيعمل مشاكل مهما كنتوا حبايب. بصوا انتوا حبايب كده، خليكي برضه على الحدود، عشان كده دي بتعمل عداوات، مش هقول لك خصام، بيبقوا اعداء. طيب ايه تاني؟ اسرارك ما تتحكيش لحد من سلايف، ما تتحكيش قدام حماتك، مشاكلك مع اهلك ما تتحكيش قدام سلايفك، ما تتحكيش قدام حماتك، عشان الحاجات دي بيتعاير بيها الست، بتتعاير بيها من سلفتها، بتتعاير بيها من حماتها. يلا يا اللي امك، يلا يا اللي ابوك، يلا يا اللي بينكوا، يلا يا اللي سويته. انا ما حد يعمل معايا كده واكون مامناه وقايله له سر، قلبي هيشيل منه. اتخلقت بينا عداوه مش هتتناسي. ما بتكلمش كتير، الست اللي بتتكلم كتير بتغلط كتير، مش على الفاضيه والمليانه بضحك، في الشتي مش عايمه، انا بضحك وقت ما يبقى فيه ضحك لكن مش عماله على بطال. الست اللي بتضحك كتير هيبتها بتقل، الناس بتستهتر بيها، بتحس ان هي ست خفيفه. انا ما يمنعش ان انا ابقى ست مبتسمه، اما يبقى في مناسبه للضحك فاضحك، ما فيش مناسبه فبقى قاعده عادي، مش لازم طول ما انا قاعده فاتحه بقي وعلى الفاضي وعلى المليان، لا ده بيقل من قيمه الواحد، خلي اللي قدامها ما يحترمهاش. طيب ايه تاني يا سومه؟ ابقى سر لكل الناس، والسر والكلمه اللي اسمعها ما تطلعش من بقي تدخل تموت. كون ان انا ابقى ست اسمع من سلفتي دي واسمع من حماتي دي، وحماتي بتتكلم على سلفتي، سلفتي بتتكلم على حماتي، واروح انقل كلام، انا كده هبقى وحشه قوي قوي قوي، الناس مش هتحبني، الناس هبقى ست مكروهه، وترجع تقول لك سلفتي ما بتشوفني بتبصي لي من فوق لتحت، ما انت تلاقيكي خاربه الدنيا ونقله اسرارها وفاتحاها في الشارع مع جيرانها وعماله تنقلي كلام من هنا توديه هنا ومن كلام. ما هو برضه اللي بتيجي تشتكي لي دي ببقى عايزه اقول لها حبيبتي انا سامعه من طرف واحد، انا لازم اسمع من كل الاطراف، ما ينفعش تقولي لي انا سلفتي بتبص لي من فوق تحت، سلفتي ما بتقبلنيش، سلفتي غيرانه مني. لا، هو في حاجه مش من الباب للطوق، محدش مجنون من الباب للطوق. انت اكيد دوست لها على طرف، طب انا ما دوستلهاش على طرف وانا مالك ماشيه على الارض يا سومه، يبقى اقعدي في قلب شقتك واقفلي بابك عليكي، ما تطلعيش عند سلفتي تقولي له احنا هنعيش اعداء. يا ستي اسمعي كلام، مش انت مش عايزه مشاكل، ما تطلعيش، الزمي بيتك، ولادك يبقوا في قلب شقتك، حد عايز ينزل لك اهلا وسهلا، على عيني وعلى راسي، اقابله احسن مقابله، واقعد ودني تسمع، لساني ما يتكلمش كتير، ما اقعدش اخر طول ما انا قاعده، لكن اسمع. سلفتي نازله تشكي لي مشكلتها، اسمع، مش عارفه احلها ما اتكلمش، ما عكش، ما اجيبش كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، وحماتي قالت ده مش عارفه مين قال عليكي، ده مين قال سوق عليكي، لا ما اعملش حبيبه، خليني ملتزمه كده، ابقى حبيبه الكل. يعني سومه اللي قدامكم دي الحمد لله يا رب على مدار حياتي كنت حبيبه الكل، اسمع من هنا واسمع من هنا واسمع، عمري ما نقلت كلمه، السر اللي اتقال لي انتهى، محدش يعرفه تاني. حد جاي عايز نصيحتي بما يرضي الله، حد بيخبط بابي اقابله احسن مقابله،
يا اهلا ويا سهلا، واقوم واحضر وافرش واشيل وزي ما انت عايزه، لكن ما بروحش عند حد، ما بدخلش شقق حد. هي دي الشخصيه اللي انا رسمتها لنفسي من البدايه. سومه ما بتخش شقق حد عايز ينزل لها اهلا وسهلا على عيني وعلى راسي. في مناسبه، حد نجح، عيد ميلاد، انا طلعت مثلا كل شهر، بصي مش كل اسبوع، كل شهر مره، كل 15 مره اطلع اقعد عند سلفتي شويه، اخد مش عارفه اقعد عند حماتي شويه كده، واقعد ملتزمه الصمت. ازيك، عامله ايه، اخبارك ايه، انت كويسه، الكلام العام. خدت رايي في حاجه اجاوبها، مش عارفه جابت سيره واحده، ربنا يصلح حال الناس كلها. انا ما اعرفش عن حد حاجه والله، وابقى قاعده رزينه كده وعينيا ما تقعدش تبص في الاوض وفي المطبخ واقوم وراها تفتح الثلاجه وراها، اقوم تدخل المطبخ وراها. مهما كنا حبايب، الحدود حلوه، الحدود بتريح، الحدود بتريح حقيقي. ايه تاني مهم جدا؟ اقعد انا وجوزي، بقول لك يا حبيبي، انا عمري ما همنعك عن مامتك، عمري ما همنعك عن اخوك، عمري ما همنعك عن باباك، عمري ما همنعك عن اختك، بس انا ما تحددليش اروح لمين وما اروحش لمين. انا ليا شخصيه، انا ما بحبش اخش بيوت حد كتير. اما تبقى في مناسبه، حد نجح، عيد ميلاد، مش عارفه كده، واجب لازم اقوم بيه، على عيني وعلى راسي. غير كده ما بحبش اتنطط عند حد كتير. بعد اذنك انا مش عايزه اعرف عن حد حاجه، يعني ما تجيبليش اخبار مامتك وتيجي تحكيها لي، ما تجيبليش اخبار اختك وتيجي تحكيها لي. مش عايزه اعرف عن اختك حاجه، مش عايزه اعرف عن سلفتي حاجه، مش عايزه اعرف عن مامتك حاجه الا كل خير. ما تجيبليش عنهم الا كل خير. لكن انا عمري ما امنعك، روح واطلع وانزل واقعد وزور، لكن رايح جاي رايح جاي دي لا، ما بحبهاش. حبيبي ما ينفعش تجبرني اروح لحد انا مش عايزه اروح له. انا حاسه مثلا، هي بصي سبحان الله بتبقى زي ما قلت لكم الارواح جنود مجنده. ممكن من اول بصه احب سلفتي دي، من اول بصه ارتاح لاخت جوزي دي، اخت جوزي الثانيه ما ارتاحلهاش. هي ارواح سبحان الله. فبعد اذنك انا ما بتفقش مع اختك دي، ما تغصبش عليا اروح عندها. انا ما برتاحش مع سلفتي دي، ما تغصبش عليا اروح لها. الرجل تدب مطرح ما تحب، لكن احنا بنحب بعض، بنحترم بعض، بنصلة رحم، ولادها من لحم ولادي، ما اقدرش امنع العيال عن بعض. لكن انا علاقات كتيره وقريبه لا، انا بحب ابقى في حالي، بحب ابقى مع نفسي. من هنا بتبتدي تعملي نفسك شخصيه. حتى جوزك من اول دقيقه يبقى عارف شخصيتك. يعني هو ممكن يرد عنك، معلش انا مراتي ما بتحبش الكلام الكتير، معلش انا مراتي ما بتحبش الرايح جاي، معلش انا مراتي ما بتحبش القيل والقال، ما تدخلوش سيره مراتي في حاجه. انت طبيعي سيرتك مش هتيجي في حوارات. طيب انا يا سومه سلفتي بتقلدني، بتلبس زيي بالظبط، البس تلبس زيي، اقلع تقلع زيي. طب دي حاجه كويسه؟ معنى كده ان انت متميزه وفي حد بيقلدك؟ لا، انا مش عايزاها تلبس زيي، انا عايزه ابقى انا الست الشيك الوحيده في العيله. الله، ما كل واحد حر، والناس ليها عينين وبتبص، عارفه مين الاصل ومين التقليد. خلي بالك لو انت عايزه تثبتي للناس ان يا جماعه انا الاصل، لا، الناس عارفه، مش محتاجه تثبتي. قوه شخصيتك، ثقتك بنفسك، اتكلم عن نفسك من غير انت ما تحاولي تعملي اي حاجه. طب انا سلفتي في الطلعه ونازله بتبص لي من فوق لتحت بقرف، تبص لي انا كسومه لو سلفتي في الطلعه ونازله بتبص لي من فوق تحت، والله العظيم عيني ما هتصادف انها تيجي في عينها. ليه؟ لان انا مش شايفاها. الكره في ملعبي انا، مش في ملعبها هي، انا مش شايفاها. انت ما تهمنيش. احنا لو بينا مشاكل يعني انزل على السلم كده لو كتفي في كتفها والله ما احس بيها انها نازله جنبي ولا اكني شايفاها، ومش بتعمد اتجاهلها خالص. بس انا دماغي فيها حاجات اهم. انا مش فاضيه للرتح ودي قالت ودي عادت. انا مش فاضيه طول النهار لكده. لا، انا عندي حاجات اهم، عندي ولادي، عندي بيتي، عندي دنيتي، عندي اصحابي، عندي الكتب اللي بقراها، عندي عبادتي لربنا، عندي مشاويري اللي بقضيها، عندي التلفزيون اللي بقعد قدامه. في ايه؟ هو انا التليفون ده ما يتمسكش الا الحي بصيت لي بقرف في الحي دي بتلسن عليا الحي. اللي يلسن يلسن، اللي يتكلم يتكلم، اللي يبص لي يبص لي، اللي يقلدني يقلدني. انا ماشيه في طريقي في سكتي، مش شايفه حد. دايما يقول لك ايه؟ الاواني الفارغه هي اللي بتعمل دوشه. الحلل والكوبايات الالمونيا والاستانلس الفاضيه لو مديتي ايدك تلاقيهم عملوا دوشه، لكن لو حله مليانه وجيتي زقسيها مش هتعمل دوشه لانها تقيله راسيه. هتزقي ايه فتعمل؟ مش هتعمل، هي مليانه عندها اللي مليها. فحضرتك بتعملي دوشه لانك فاضيه. انا مش عايزاكي فاضيه من جوه. اشغلي وقتك، اشغلي دماغك. الستات الفاضيه اللي هي طول النهار تقولك حماتي، سلفتي، اخت جوزي، دي قالت، دي
ده انت ست فاضيه بقى، ده بتغير مني. ما تغير منك يا ست، معنى كده ان انت في المقدمه هي شايفه حد احسن منها فبتغير منه. انت حاسباها ازاي؟ مش عايزاها تغير ما تسيبيها تغير. هي بتغير منك، انت زعلانه ليه؟ هي بتبص لي من فوق لتحت. انت شايفه نفسك معيوبه لا سمح الله؟ لا. طب ما انت زعلانه ليه؟ ما طول ما دي تقيله وراسيه ومليانه ولا يهمني، ولا انا ماشيه في سكتي وفي طريقي، اللي يتكلم، اللي يقول، اللي تغير تغير، اللي تبص لي من فوق لتحت تبص لي، اللي ليه عندي حاجه يجي ياخدها، اللي ماسك عليا حاجه يجي يحط عينه في عيني ويقول لي هاتيها. في موقف بيني انت متضايقه مني في حاجه، فاللي متضايق مني في حاجه يجي يخبط على الباب كده، يا سومه اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي، اهلا وسهلا سومه، انا متضايقه منك في كذا. خير يا حبيبتي؟ خير. قلت عليكي حاجه؟ لا. سمعتي ان انا اتكلمت عليكي في حاجه؟ لا. جبتي سيرتك في حاجه لا سمح الله؟ لا. طب انت عايزه مني ايه؟ ايه متضايقه مني ليه؟ اصلك ما بتطلعيش، اصلك ما بتنزليش. بصي يا اختي، انا ما بحبش اطلع عند حد، انا طبعي كده والله العظيم، ما قصدي حاجه، ده انا بحبك، انت ست محترم وغاليه عندي، ده انت عمه عيالي، ده انت مرات عم عيالي. ازاي بقى انت بتتكلمي فيه؟ ده انت اختي. بس صدقيني انا ما برتاحش الا ببيتي، انا بحب كده طول عمري كده مع نفسي. فمعلش انت بتعالي، انت بتسالي، بخبطي يا ستي، الله خبطي وادخلي حبيبتي بيتك واختك، واكل عقل اللي قدامي. بصي اكلها، اخليها تبقى طالعه بتزغزغ نفسها ومبسوطه، وكلشيها في القعده وفي الكلام، ولا طلعت زعلانه منك، ولا حصل عتاب، ولا اتخانقتوا، ولا حصل بينكم اي حاجه. ده انت طالعه مراضياها، حتى لو هي كانت زعلانه منك في حاجه مفيش حاجه. لو زعلانه مني في حاجه اوعي تزعلي، ده انت حبيبتي واختي، ده انا ربنا العالم بقول عليكي ايه، ده انت غاليه عندي، ده احنا بينا عشره عمر يا شيخ، ده احنا بينا دم، ده انت لحم ودم ولادي. انت بتتكلمي ازاي؟ انت غاليه عندي. تشربي ايه؟ والله ده انا عامله رز بلبن لا اقوم اجيبه، والله لا تاكل، والله لا تاكلي، وحياه ربنا لا 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 لا. طب ليه كده؟ طب خلاص بقى. وطلعت مرضيه وطلعت زي الفل، وانا ما اتحركتش من مكاني، ما قلتش كلمه زعلتها، ما حطيتش نفسي في موقف وحش، ما قلتش كلمه اتمسكت عليا خالص. بيقولوها ايه؟ مرهمتها وطلعت زي العسل والموضوع انتهى. الوشوش اتقابلت تاني اهلا وسهلا، ما اتقابلتش اهلا وسهلا، هي خدت جنب وقالت لي جدتين كان ما بتسالش على حد اهلا وسهلا، طلعت مرضيه وزي الفل ونفسها سامحه اهلا وسهلا. مين بقى اللي بيحرك كل الدنيا دي؟ انا اللي بحركها مش حد تاني. حضرتك بقى خفيفه، كل اللي حواليكي بيحركوكي بكلمه، دي قالت دي عادة تتنططش. لا انا ما بتنططش، انا ست تقيله وست راسي، هو ده الموضوع ببساطه. طب يا سومه، واحده كانت في مره في اللايف كنت فاتحاه فبتقول لي ده انا بنتي سلفتي بتبص لي بقرف وهي عيله من دور عيالي ولا عيله. طب دي عيله ما تربتش، هتعملي عقلك بقى عقل عيله ما تربتش. طب بلاش هي سلفتك مش عارفه بتبصلك وبترمي عليكي كلام. طب دي ست ما تربتش، هتعملي عقلك بعقل ست ما تربتش. انا ما انزلش للمستوى ده ايا ما يكن، انا ما انزلش للمستوى ده ابدا، انا فوق، انا في حته لوحدي، اللي حابب يطلع لي اهلا وسهلا، انا ما بنزلش لحد، انا ما حدش يعرف يجرني الغلط ولا يجر رجلي في غلط، انا ما بقعش في غلط. مش انا دايما اقول لكم ان سومه ما بتعتذرش مش عشان هي تنكه، سومه ما بتعتذرش عشان ما بتوقعش نفسها في غلط، انا دايما حاسبه مواقفي على الشعره. هتقولي لي ازاي يا سومه؟ هقول لك من عند ربنا، بس القرايه، الوعي المبكر، عشان قلت لكم القرايه بتدي حكمه وبتدي رصانه كده وبتدي ثبات انفعالي وبتخليكي يبقى عندك كده يعني بتديكي خبره. فانا في اي موقف مهما كان لو حوالي 10 اعداء ما يقدروش يوقعوني في غلط، ما يقدروش يخلوني اطلع من بقي كلمه تدني. انا بعمل ايه؟ هتستغربي اما اقول لك سومه بجلاله قدرها بلسانها اللي هي ب10 لسانات دي ما بتردش على الغلط. اما حد يغلط انا ما بردش على الغلط، اقل حاجه ممكن اقولها انت غلطتي فيا وما يصحش اللي انت عملتيه ده، مش اكتر من كده. ان انا اعرفها انك تعديتي الحدود معايا وانت عارفه ان تعديكي الحدود ده هيزعلني وعملتيه قصد، اقبلي النتيجه. ايه بتكون النتيجه يا سومه؟ بنزل اقفل عليا بيبي، مش محتاجه حد يجيب لي حقي،
ده انا ما صدقت ان الموقف ده حصل عشان اقفل عليا بابي وانا ناقصه وش واقصه خناق. انا مش عايزه اعرف ناس بيحبوا اللغط الكتير والكلام الكتير، ودي قالت ودي عادت ودي عملت. لا، الناس دي ما تناسبنيش، مش دي الناس اللي احب اقعد معاها واتكلم معاها، مش دول الناس اللي انا اضيع معاهم وقتي. انت لازم تحسبيها كده. ما هو من هنا بتيجي قوه الشخصيه. انت عايزه تضيعي وقتك في ايه؟ عايزه تضيعي ايام حياتك في ايه؟ فقلنا وقال وتعالي نعمل قعده وشوفي مين قال، لا دي قالت، لا دي ما قالتش، لا هاتي المصحف احلف. انا بشوف مهازل، هاتي المصحف احلف عليه، هاتي مش عارفه ايه احلف عليه. وانا عايشه حياتي يا جدعان عشان احضر خناقات واقول انا قلت لا ما قلت وافضل ادافع عن نفسي؟ لا، انا واحده ست عايزه، عندي حاجات اهم. انا واحده ست ما بتحبش الوش. الكلام الكتير بيضايقني، اما الكلام كتير ملوش فايده بتضايق. انا احب اقعد في قعده استفاد منها، اعمل صله رحم، اروح اقعد قعده بادب وبحب. وزي ما قلت لكم الرجل تدب مطرح ما تحب. ولو واجب عند حد انا ما بحبوش اعمل الواجب ما يفوتنيش. لكن العين بالعين، حد عمل معايا موقف يعني بصي علم عليا، هو علم عليا وانا ما استاهلش التعليمه دي، بعمل ايه؟ بعملش حاجه خالص. ما بروحش امسك التليفونات واهد الدنيا كلام خالص. انا بعمل ايه؟ بفضل قاعده. المثل بيقول لك ايه؟ يوم عندك ويوم عندي. النهارده عندك بكره عندي. انت النهارده عملتش معايا كده، بكره هيجي لك موقف هعلم عليكي فيه بالادب وموقف قدام موقف من غير ولا كلمه ومن غير ولا غلط ومن غير ولا رد. انا موقف علمت، انت علمتي عليا وانا علمت عليكي في الموقف اللي شبهه بالظبط. في الموقف يعني انا مثلا كان عندي واجب، انت ما جيتيش الواجب ده وما قمتيش معايا في الواجب ده، كان واجب. اما يجي لك انت واجب انا مش هقوم بالواجب ده. واجب قدام انت عملتي معايا ما قمتيش معايا بالواجب، انا كمان مش هقوم معاكي بالواجب. بس واجب انت عملتيش كده، موقف قدام موقف. انا باخد حقي بالادب. عارفه باخد حقي اما تبقى خناقه وحد غلط وانا قفلت الباب والدنيا. وبصي انا بكهرب الباب اما بتحصل مشكله وحد يغلط فيا وحد يتعدى حدوده معايا، انا بكهرب الباب. مش بقولك بقى بقفله، بكهربه. انا ده طبعي وحش، طبعي حلو، ده طبعي اللي انا متقبله نفسي بيه. طيب الحوار ده بيتحل ازاي يا سومه؟ انا ما بروحش عند حد. بس الفكره ايه؟ ما انت قبل ما تقولي تنكه ومغروره اعرفي ان انا ما غلطتش، انا طالعه من الموقف ده مغلوط فيا. فانا اروح ليه اقعد واجري واقول تعالوا نتصالح؟ انا مغلوط فيا وما خدتش حقي. انت عايزاني وعايزه تتصالحي معايا، تيجي لي لغايه بيتي، تيجي تتكلمي معايا لغايه بيتي ونقعد ونتعاتب جوه بيتي، وانا اقبل بعد كده ان انا ارجع الميه لمجاريها او ما اقبلش. دي بتاعتي انا برضه، على حسب الغلط وعلى حسب نفسي، ما هي قابله ولا مش قابله. هتقولي لي انا جوزي ما عندوش كده، هتقولي لي انا جوزي ماشي عليا، دي بتاعتي. انت واحده مفيش شخصيه، اقبلي. الانسان لا يملك الا كرامته، لا يملك الا شخصيته. انا ما اقبلش والله لو جوزي هو الصح وشايفاه ان هو بيشور عليا صح وراجل حقاني وبيجيب. انا دايما عارفه جوزي ان هو راجل حقاني. يعني ايه؟ حصل موقف فبيقول الحق كذا كذا كذا، فانا ممكن امشي ورا كلامه لو هو هيقعد ينصحني بالعقل والاقي عقله ده كويس وانا راضيه ومتقبله الحل ده فممكن. لكن انا لا اقبل ان انا اكون حد جاي عليا او حد غلطان فيا وجوزي يحكم عليا ان انا اعمل كذا. لا، وده على فكره بيبقى من اول الجواز. يعني ما تكونيش شخصيه ضعيفه وفجاه انا ليا شخصيه، ما تكونيش مالكيش قرار وماشيه تحت طوع جوزك. وسوري يعني ما تزعلوش مني، الست تتضرب وتاخد العلقه الموت وتقعد في قلب بيتها ويحكم عليها تاني ويضربها تاني وتقولي لي لا. ده انا يوم ما يعني احنا الدين بتاعنا ربنا بيحاسب اللي بيضرب الحيوان بيحاسبه، فما بالك ان الانسان يتهان او الست تتضرب؟ لا، المفروض اي ست بتتضرب ما تقبلش على نفسها كده. لو هتموت من الجوع انا ما اتضربش، انا مش حيوانه، انا انسانه وليا شخصيه. ازاي تمد ايدك عليا وتجيبي حقك وما ترجعيش لو انت جايبه حقك وما يتكررش ابدا الامر ده؟ حضرتك ارتضيتي لظروف ما او وضع ما لسبب ما، دي بقى انا ما اقدرش ادخل فيها، دي حياتي. لكن انا بتكلم على السكه الصح الواضحه، على الدنيا اللي لازم تمشي صح، اللي البني ادمين والدين وربنا والرسول يقبلها. فانا الحياه مشاركه. انت كزوجي هات لي حقي، الحق اللي يرتضيني انا. انت امك ما تقدرش حضرتك تقول لها عيب انك تشتمي مراتي، ما تقدرش تقول لي لسلفتي عيب، ما تقدرش تقول لاخوك عيب.
ما انت بقى ظروفك كده بقى، شخصيتك ضعيفه، بتهابهم بتحترمهم. طب انت ما جبتليش حقي، الدنيا هتمشي كده؟ طب انا ممكن انا اتعامل؟ لا مش هتتعاملي، لا مش هتردي، تمام الباب اتقفل. مفيش واجب، مفيش فرح، مفيش عزومه، مفيش اي حاجه انا غير متواجده، وما يطلبش مني اروح اي مجامله او اي حاجه او اي مناسبه الا لما يجي لي حقي. طب انت عايزه ايه؟ اضربهم لك، اعملهم لك؟ عايزه بما يرضي الله. انا يعني ايه، تم الغلط فيا، يعني الناس دي غلطت فيا. طب ايه الوضع؟ انت مش هتجيب حقي انك تقول عيب؟ حقي ده اللي هو عيب، مراتي ما ينفعش تتعامل معاها كده، كرامتي من كرامه مراتي، ده اللي هو الف ب بني ادمين، الف ب رجوله. طب انت ما عملتش كده لاي سبب من كده، خلاص انا حره، وانا واحده لا صوتي عالي ولا بقل ادبي ولا بتاعت خناقات. بعد اذنك انا سلفتي دي مش هخش بيتها تاني، انا اخوك ده مش هخش بيته تاني، انا اختك دي مش هخش بيتها تاني، انا حماتي دي مش هنزل لها تاني، مش هخدمها تاني، مش هعمل لها تاني. ده حقي ومن غير ما اغلط، ولا عايزه اقف اشرشح، ولا عايزه اقف اشتم، ولا عايزه اقف اقول يا اللي استلفتي انت بتبصي لي ليه، بتعملي لي ليه، بنتك ايه، انت قلتي، ولا نقف نفضح بعض على السلالم. احنا لحم ودم في الاخر، مش عايزين الناس تتفرج علينا، لكن انا اقدر اجيب حقي بالادب. والادب هنا ايه؟ اقفل عليا بابي، واقفل على ولادي بابي، ولادي بيتنططوا وبيعيطوا عايزين يطلعوا، امسكهم ارقعهم العلقه التمام. اقعد يالا، اقعد يا بت، ما بنطلعش عند حد، واحكم على عيالي وعيالي اللي هيمشوني. غير كده متهيألي انا قلت كل حاجه. يعني الموضوع صدقوني انا بشوف موضوع بيت العيله ده ما فيهوش خد ودي كتير، 1 زائد 1 يساوي 2 بس كده. وده كان موضوع، انتوا عارفه بصي انا كلمتكم في الموضوع اهو، جبته من اوله واخره وقلبنا، هيطلع لي ناس برضو يسالوني طب اعمل ايه مع سلفتي اللي مش عارفه. حبيبتي انا بتكلم بالعربي يعني انا بتكلم بالعربي مش بتكلم هولندي. طب انا حماتي مش عارفه، طب ما انا قلت لك، طب انا مش عارفه. حبيبتي والله العظيم ما فيها اكتر من 1 2 بس، اقفلي عليكي بابك واعملي حدود من اول وجديد، الموضوع انتهى، ما فيهاش كلام كتير. ويا رب كده ان شاء الله اكون وفقت يعني في الموضوع ده، ان انا اتكلمت فيه على اكمل وجه، وتكونوا حبيتوا الموضوع معايا. ان حبيتوا الموضوع ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، سيبوا لي دعوه حلوه ليا ولبناتي بظهر الغيب، واشوفكم في فيديو جديد من دردشه في الساحل. باي باي.